السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم بالفيديو اللي انتوا تقريبا بتستنوه من السنة للسنة، وهو عن مراجعة أفضل شركة إنترنت موجودة في مصر. وبصراحة مش انتوا لوحدكم اللي بتستنوا الفيديو دوت، أنا كمان بستنى الفيديو ده، الفيديو دوت من أحب الفيديوهات اللي أنا بعملها عليا، ولكن للأسف الفيديو دوت برضه من أكتر الفيديوهات اللي أنا بتشتم فيها، وده لأني بطلع أقول لك رأيي عن أفضل شركة إنترنت موجودة في مصر. ممكن يكون مختلف عنك شوية، ولكن أنا في الأول وفي الآخر ماليش اي علاقه بالشركات الاربعه اللي موجودين في مصر، وانا لازم اقول لك حاجه زي كده. انا مجرد عشان تعاملي طول شغلي ان انا بتعامل مع الشركات الانترنت في مصر او الشركات الاربعه اللي موجودين في مصر، فبحكم خبرتي البسيطه باجي اقول لك على المشاكل اللي هنا والمشاكل اللي هنا، وتروح تشترك في انهي شركه من الشركات دول. وفي الاول وفي الاخر الاختيار ليك انت على حسب الشركه اللي انت مرتاح فيها. فقبل ما نبدا الفيديو، انا ماليش اي علاقه بين الشركات الاربعه اللي موجودين في مصر، ولا ده ولا ده. فقبل ما نبدا وندخل في الشرح بتاعنا، خلينا نغير السويت شيرت اللي احنا لابسينه ده ونلبس السويت شيرت اللي احنا متعودين نصور بيه الفيديو ده. تقريبا احنا عملنا 2020 و2022 و23 و24 وكان بنفس السويت شيرت اللي احنا هنلبسه دلوقتي. فيلا نغير السويت شيرت ونرجع لكم ندخل في الموضوع بتاعنا. وغيرنا السويت شيرت اللي احنا متعودين نصور بيه دايما مراجعه الانترنت في مصر، والسويت شيرت دوت تقريبا مكمل معانا بقاله 4 فيديوهات، 21 و22 23 و24 هتلاقينا مصور بنفس السويت شيرت. السويت شيرت ده ليه معزه خاصه عندي كده، وهبقى اقول لكم على سويت قصته بعدين يعني. المهم قبل ما نبدا حابب اعرفكم حاجه للناس اللي بيتفرجوا عليا وسنهم حوالي 18 19 20 سنه، اللي هم مواليد الالفينات. حابب اعرفكم حاجه، وهي ان سرعات الانترنت في مصر بقت افضل من الاول بكتير. طيب انا ليه بقول لك كده؟ لان من 5 او 7 سنين كده انت ما كنتش مدرك اول موضوع الانترنت. فانا عايز اقول لك ان من 7 سنين كانت اقصى سرعه انترنت موجوده في مصر وهي سرعه الطلقه تقريبا 2 ميجا او 5 ميجا، انا مش متذكر. وكانت السرعه دي ما بتوصلكش كامله كمان. فعلا الانترنت ساعتها كان غير محدود، ولكن حرفيا هو كان غير محدود انترنت برضه. الانترنت في الوقت دوت ما كانش احسن حاجه. وانا مش بقول لك ان احنا بقينا احسن حاجه، ولكن احنا بقينا افضل من الاول بكتير. والكلام دوت مش كلامي ولا كلام وزاره الاتصالات علشان اجي اقول لك ان احنا الدوله بتقول ان احنا بقينا كويسين واحنا وحشين، لا. ده كلام موقع عالمي كلنا بنستخدمه، العالم كله بيستخدمه في قياس سرعه الانترنت عندهم، وهو موقع سبيد تيست. طيب موقع سبيد تيست ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان احنا السنه اللي فاتت في 2023 بقينا رقم واحد على الانترنت الثابت في افريقيا، وده رقم كويس جدا. وبقينا رقم 4 على افريقيا في سرعه الانترنت. طيب احنا كنا كام يا ابو حميد في سرعه الانترنت؟ كنا رقم 24. زائد ان مصر خلال برضه السنين اللي فاتت عملنا اكبر داتابيز موجوده في المنطقه. وتقريبا وانا مش متاكد من المعلومه دي او مش متذكرها، ان اقرب داتابيز موجوده بالنسبه لنا وهي موجوده تقريبا في اسبانيا، حاجه زي كده. طيب ايه فكره الداتابيز ديت بسرعه؟ انا عملت عنها فيديو مخصص. احنا الكابلات بتعدي من عندنا تقريبا، احنا تاني اكبر دوله في العالم بيعدي من عندها كابلات بحريه وهي بتاعه الانترنت، ولكن للاسف الكابلات ديت لازم تدخل على حاجه زي مصنع تسييله كده بتاع انترنت. لازم الكابلات دي تدخل على الداتابيز وبعد كده ناخد منها الانترنت. فانت متخيل احنا عندنا الكابلات دي كلها ولا بتعدي برضو على دوله ما، مش عارف اسبانيا ولا فين، وبنرجع ناخد منها الانترنت تاني لان احنا ما عندناش داتا بيز. فمصر خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، اللي هي فتره يعني التطور اللي حصلت ديت، عملوا اكبر داتا بيز موجوده في المنطقه. وللعلم الداتا بيز ديت مش موجوده غير في 20 دوله في العالم. طيب الداتا بيز بتاعتنا ديت اتفتحت؟ لا لسه ما اتفتحتش، المفروض كانت اتفتحت من سنه او من سنتين حاجه زي كده، ولكن تقريبا ما حصلش اي جديد او انا ما سمعتش عنها اي اخبار. والداتا بيز ديت هتصدر الانترنت لبره. فاحنا بقينا مهتمين جدا بموضوع الانترنت، وبالذات شركه مصرية الاتصالات اللي هي وي دلوقتي بقت مهتميه بالكره والنجوع، اللي هي الكره والنجوع اللي اصلا الانترنت ما كانش واصل فيها. لا مش عارف صارفين 7 مليار جنيه تقريبا، الرقم دوت 7 مليار دولار قصدي، في كام سنه اللي فاتوا على تطوير البنيه التحتيه في الاماكن دي. هو الرقم طلع 360 مليون دولار، مش 7 مليار ولا 7 مليار دولار او 7 مليار جنيه. الكلام اللي خدتني بس شويه، هو الرقم 360 مليون دولار. كملوا الفيديو بقى. فالانترنت في مصر بقى احسن من الاول بكتير. انا مش بقول لك بقى احسن من مثلا من الامارات او من اي دوله من الدول اللي قريبه مننا، لا ده هي دلوقتي في افريقيا بقت احسن من الاول بكتير. طيب خلينا ندخل بقى في الشرح بتاعنا. عايز اقول لك على حاجه برضو، وهي ان البنيه التحتيه بتاعتنا كلها بتاعت شركه واحده موجوده في مصر، وهي شركه المصريه للاتصالات
او شركه وي، ودي حاجه مهمه لازم تعرفها علشان هتفيدنا في باقي الفيديو. طيب عندنا 4 شركات موجودين في مصر، وي وفودافون واتصالات واورنج. هنبدا باول شركه، والشركه اللي انتوا دايما بتشتموني بسببها، وهي شركه وي، لاني مؤخرا بدات اشكر فيها شويتين 3 4 كده. انا ليه بدات اشكر في شركه وي ودايما برشح لك ان انت تروح لشركه وي؟ شركه وي من افضل الشركات دلوقتي اللي بقت تهتم بموضوع خدمه العملاء. زمان ايام ما كانت تي داتا وقبل ما يحصل التغير دوت، كان كل ما تكلم خدمه العملاء ايوه يا فندم، ده اذا ردوا عليك راستر الراوتر، شغل الراوتر ومشكلتك ما بتتحلش. لا دلوقتي بقى عندهم سيستم كامل، وانا عارف ان هم بقى عندهم سيستم وبيقيسوا سرعات الانترنت والحاجات دي كلها، وانا عارف ان الشركات التانية بقت بتعمل ده، بس مش بنفس القوه والضخامه اللي شركه وي بقت بتعملها دلوقتي. طيب نيجي بقى للشركه التانية، شركه فودافون. وشركه فودافون دي تقريبا انتوا من اكتر الناس اللي بتسيب شركه وي بتروح لشركه فودافون. طيب شركه فودافون هل هي حلوه؟ هل هي وحشه؟ شركه فودافون من الشركات الكويسه، احسن من العادي، لان هي بتقدم لك خدمه انترنت كويسه، خدمه عملاء كويسه، ولكن بصراحه خدمه العملاء بتاعتهم مش بنفس قوه خدمه العملاء بتاعه شركه وي دلوقتي. وفي حاجه تاني انا بدات اخد بالي منها، لان انا في طبيعه شغلي عندي خطوط كتير، وي، فودافون، اتصالات، اورنج. خط فودافون زي ما بقول لكم هو افضل الخطوط بعد شركه وي، تاخد منهم انترنت منزلي اللي هو الاي دي اس ال، ولكن عندهم مشكله. دايما باخد بالي ان هم في وقت الذروه ما بيقدرش يديك الخدمه بتاعتك كامله. يعني مثلا انت لو مشترك على باقه ال 30 ميجا، بتلاقي ان انت وقت الذروه اللي هو وقت الظهريه العصريه دوت، بتلاقي ان انت عندك سرعه الانترنت 20 17 الارقام دي، ودي ارقام مش احسن حاجه بالنسبه للشركات التانية، او بالنسبه للسرعه اللي انت متعاقد عليها. ونيجي للشركه الرابعه او الشركه الثالثه، وهي شركه اورنج. شركه اورنج من افضل الشركات اللي موجوده في مصر برضو، ولكن هي خلينا نقول ان هي المرتبه الاقل من شركه فودافون بالنسبه لي. ده كله انا بقول لك عليه بالنسبه لي. شركه اورنج شركه كويسه جدا، ولكن للاسف خدمه العملاء بتاعتهم مش احسن حاجه. يعني مش هقول لك سيئه، ولكن مش احسن حاجه. فلو بنقارن ما بينها وما بين شركه فودافون، لا هقول لك لو انت عندك الامكانيه تشترك في فودافون روح لفودافون. ونيجي بقى للشركه الرابعه، وهي اللي انا دايما بخليها في المركز الاخير، لان احنا عاملين فيديو اصلا عن اسوأ شركه انترنت في مصر، والحمد لله شركه اتصالات فازت معانا باللقب ده. وللعلم برضو انا بقالي حوالي سنتين ما اتعاملتش مع شركه اتصالات في خدمه العملاء او الكلام ده خالص. لا انا ما اتعاملتش معاهم، كانت تجربه سيئه تقريبا من سنتين او من 3 سنين. اتمنى ان هي تكون اتغيرت. لو حد فيكم جرب خدمه اتصالات في الانترنت الاي دي اس ال يعرفنا، يكتب لنا تحت هل خدمتهم برضو لسه وحشه، بيعملوا مشاكل في موضوع الاشتراكات، بيدفعوا لك مقدم، ممكن انت تكون موقف الخدمه. في فيديو مخصص انا عامله لشركه اتصالات عشان حصل معاهم مشاكل قبل كده، فاتمنى ان هي ما تكونش لسه موجوده. يعني السؤال بقى هنا، انا لو عايز ابدل من شركه واروح لشركه تانية، حابب اعرفك الحاجه اللي قلتها لك في اول فيديو، وهي ان البنيه التحتيه اللي موجوده في مصر كلها خاضعه تحت شركه المصريه للاتصالات او شركه وي. وشركه المصريه للاتصالات هي شركه وي، يعني وي الانترنت والخط الارضي الاثنين شركه واحده. فبالتالي لما بيحصل مشكله عند شركه وي او عند شركه المصريه للاتصالات اللي هي الخط الارضي، على اعتبار ان هم لسه مختلفين عن بعض، سرعه الاستجابه وسرعه حل المشكله بيكون اسرع، عكس ما بيكون مشترك مثلا مع شركه فودافون وبيكون عندك مشكله في الخط الارضي. فشركه فودافون ممكن تقول لك انت عندك المشكله في الخط الارضي، فتروح للخط الارضي فيقول لك ان انت عندك المشكله في شركه الانترنت بتاعتك. فدي مشكله انا ما بتمناش لاي حد فيكم ان هو يقع فيها، لان هو هيحتار حيره بنت لذينه. كل شويه انا عارف شركه من الشركتين هتحدفوا للشركه الثانيه، فعشان كده دي بتديك اولويه ان انت تروح لشركه وي، علشان لو حصل لك اي مشكله مستقبليه، لو انت بتفكر في اي شركه من الشركات الاربعه، لا تروح لشركه وي. طيب بقى لو انت عندك مشكله في شركه وي مع الانترنت او مع الخط الارضي، وبتفكر ان انت تنتقل من شركه وي تروح لشركه مثلا فودافون علشان خدمه الانترنت عندك وحشه، بص يا سيدي انا عايز اقول لك على حاجه. والله انت لو رحت للشركات الاربعه وانت عندك مشكله في الخط الارضي، هتفضل عندك نفس المشكله، لان هنا البنيه التحتيه اللي بتعتمد على سرعه الانترنت، على سرعه نقل البيانات. فبالتالي لو انت عندك الاساس خربان، ازاي هتاخد سرعه انترنت عاليه من الشركات التانيه؟ فحل مشكلتك الاول. انا عامل فيديو عن حل مشاكل الخط الارضي علشان تكون كفاءه الخط بتاعك عاليه، ممكن اسيب لكم الفيديو هنا او هنا. فلازم تحل مشكله الخط الارضي عندك، وبعد كده تروح تشوف لو عايز تنقل من شركه تروح لشركه تانيه. طيب في نهايه الفيديو، لو انت بتقول لي يا ابو حميد اروح لاني شركه من الشركات الاربعه دول، اظن ان انت مش محتاج ان انا اقول لك دلوقتي.
انا من بدري عمال اقول لك شركه وي شركه وي شركه وي، والله انا ما واخد اي فلوس من اي شركه من الشركات الاربعه دي. ده مش شكل واحد اصلا، انا واخد سبونسر من الشركات، لان عارف في دايما ناس بيدخلوا ويقولوا لي لا انت واخد فلوس، دفعوا لك كام؟ والله العظيم انا ما واخد اي حاجه من اي شركه من الشركات ديت، وانا بقول لك شهاده اتحاسب عليها قدام ربنا. انا بديك تجربتي الشخصيه مع الشركات الاربعه دول. بس كده، وبكده بقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، وهعمل لكم فيديو عن افضل شركه انترنت هوائي الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبكده بقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدت من الفيديو، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدينا اللايك الجميل علشان نظهر للناس التانية، عشان اللايكات والاشتراكات دي بتفرق معايا جدا، وبعرف ان انت مهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه. والسلام عليكم.